القولون العصبي ده يعني حاجه من الاثنين. عارفين القولون ده حاجه عامله زي السوسته كده، متر ونص. اسهل الطرق اللي نحارب بيها الام القولون هي الصيام المتقطع. هاي ساندرا، ازيك؟ ازيك؟ عايز اقولك ان القولون تعب ناس كتير جدا، مره منتفخ مره في حاجه، واحنا مش عارفين القولون ده بيعمل ايه في الجسم. هو بيعمل ايه في الجسم؟ القولون ده جزء من الجهاز الهضمي مهم جدا، مسؤول عن انه يساعدنا في عمليه الاخراج، يساعدنا انه نطلع البواقي الاكل والحاجات اللي عايزه جسمنا محتاج ينظفها ويطلعها بره. هو انا ممكن القولون يتعبني ليه؟ ممكن يتعبنا بسبب حاجات كتيره جدا. اول حاجه فيها احنا ملناش ايد فيها وهي الجينات. بعد كده يجي دور الاكل، واحد بياكل صحي واحد بياكل بطريقه مش صحيه. طيب هو يعني ايه قولون عصبي؟ القولون العصبي ده يعني حاجه من الاثنين، يا اما انا بيجي لي انتفاخات كتير فابتدي اتعصب فادخل في الدايره المفرغه بتاعه ان التوتر جالي او العصبيه جت فيبتدي قولوني يتعب، يا اما يبتدي بان انا شخص اتوترت زياده او اتحطيت في موقف تحت ضغط نفسي زياده عن اللزوم فتره كبيره، فده بيأثر بيبعت اشارات للمخ ان في حاجه مش مظبوطه، فيبتدي يبوظ السيجنالز اللي رايحه وجايه فيحصل توتر والقولون العصبي يبتدي يظهر عندي. في حاجه انا معلومه عارفها وعايز حضرتك تقولي لي صح ولا غلط، ان القولون ساعات بيتاثر حتى لو حالتي النفسيه تمام وانا سعيد. جسمنا كله قائم على سيجنالز او اشارات بتتبعت من الاعضاء للمخ، والسيجنالز دي داخل فيها جزء كبير من الهرمونز بيأثر عليها. فهرمونز الجسم ان كانت سعيده متوتره متضايقه، كل ده بيأثر على الاشارات اللي رايحه وجايه للمخ، وده بيأثر بصوره كبيره على صحه اعضائنا. علشان الحاجات الصغيره اللي في حياتنا اليوميه دي ما تأثرش بصوره كبيره علينا جسمانيا، مهم ان احنا نبقى بنمارس الرياضه، لان الرياضه هنا بس مش عايزينها عشان تزود عضلات ولا تزود معدل الحرق اللي احنا بنقوله دايما، لكن مهم انها تبقى مظبطه هرمونز الجسم. اول ما الهرمونز بتاعتنا، الهرمونات بتاعت الجسم بتبقى متظبطه مسنوده على الرياضه، المواقف الحياتيه الصغيره ما بتأثرش بصوره كبيره على جسمنا. طيب في طريقه ناس بيعملوها وهي ما بياكلوش خالص، يقول لك عشان انا قولوني بيتعبني الا ميه زبادي خضار بس، ده صح؟ الحقيقه من اكتر واسهل الطرق اللي نحارب بيها الام القولون هي الصيام المتقطع. يعني مثلا في ناس بتصوم 12 ساعه 14 ساعه على قد ما يقدروا. ليه؟ علشان القولون التريك بتاعته هو انه محتاج يفضى وبعدين اشغل المعده تاني ويبتدي هو يشتغل تاني. فمهم ان انا احدد وجبتي فين، احدد هي صحيه قد ايه ومناسبه قد ايه لجسمي والاعراض اللي بتجيلي. والصيام المتقطع من الاساليب الهائله في التغلب على الام القولون. ساندرا، عايز اعرف منك حاجتين لازم اكلهم وانا مريض قولون او بشتكي من قولوني، وحاجتين ما ينفعش اكلهم خالص. شوربه العظم من الحاجات المهمه جدا، مغذيه جدا ومريحه جدا للقولون. عظم اللحمه بس لازم مهمه قوي ان احنا واحنا بنعملها يا اما نعملها بطريقه السلو كوكينج او الطبخ البطيء اللي هي تاخد 12 ساعه على النار، او لو عندنا حله ضغط ممكن نسيب العظم وناخد الشوربه بتاعته بعد 3 ساعات. دي من الحاجات اللي بتريح القولون جدا جدا وفي نفس الوقت مفيده ومليانه كولاجين ومفيده لصحتنا. كمان الخرشوف مفيد جدا جدا عشان بيحتوي على مواد حاجه زي الانولين، والحاجات دي مهمه لصحه القولون. كمان مهم جدا بقى ان انا اخد خل تفاح نص معلقه كبيره على كوبايه ميه في اليوم، لانها بتظبط الحموضه بتاعه الجهاز الهضمي. حاجات بقى نبعد عنها المشروبات الغازيه اللي احنا بناخدها بكثره على مدار الوجبات قبل وبعد وفي النص لو انا مريض قولون، ولا حتى الميه الفواره مناسب ليا ان انا اخدها لانها ممكن تبقى بتتعبني. كمان مهم جدا ان انا ابعد عن الحلويات المعجنات، لان كل دي بتساعد على تخمر البكتيريا الضاره اللي جوه القولون، فبتتعبني وتجيب لي انتفاخات اكتر بكتير وتقلصات اكتر بكتير. مهم ان انا ابعد عن المقليات والشطه والترشي. طب انا ممكن اعالج قولوني لوحدي كده من المطبخ من غير اي ادويه؟ ينفع اعالج قولوني من المطبخ تحت اشراف الطبيب المعالج بتاعي. يعني ما سيبش نفسي لحد ما يبقى القولون انا مش عارف اتصرف معاه وابتدي اروح للدكتور، لا، من اول اسبوعين 3 اتعب فيهم اروح لدكتور، ومن هناك ابتدي اتكلم معاه. طب ترشح لي اكل ايه؟ طب ابعد عن ايه؟ هل محتاجين نعمل منظار؟ على فكره في ناس كتير جدا بترتاح اول ما تعمل منظار وتلاقي مفيش حاجه، بس هم بيرتاحوش عشان ما لقوش مفيش حاجه، عشان عملوا تنظيف للقولون اللي هو بيتعمل بالملح الانجليزي او بيتعمل باساليب تانية كتيره الدكاتره بترشدنا ليها. فكره ان احنا ننظف القولون بالملح الانجليزي او بان احنا ناخد المشروبات اللي بتعمل ديتوكس زي الحاجات اللي فيها بقدونس، الحاجات اللي فيها كزبره،
كزبره، الحاجات اللي فيها جنزبيل وليمون، كل الحاجات دي بتنظف القولون. عارفين القولون ده حاجه عامله زي السوسته كده، 1.5 متر وبتبقى مقفوله على بعضها، ففيها تنايه كتير، فمحتاج ان انا اشرب ميه كتير واشرب مشروبات اللي بتعمل ديتوكس وتنقي كتير علشان اطمن ان مفيش حاجه جوه، لان كل اللي محشور جوه ده بكتيريا. لو فضل حاجات محشوره جوه كتير بتعمل تخمر، ولما بتتخمر بتزود نسبه الالتهابات، وده وحش مش بس عشان القولون، عشان صحه الجسم كله. ساندرا شكرا ليكي، قولنا ارتاح معاكي. شكرا ليكم. باي باي باي.